تخرس. هو دكتور تبقى معاها عليا رشدتيني، ها؟ اديتيني فلوس عشان اشترك معاك في التفتيح. الفلوس هي دي اللغه الوحيده اللي انت بتعرف تتكلم بيها. الفلوس اللي اشتريت بيها كل حاجه، حتى انا اشتريتني انا كمان بفلوسك. طول عمرك اسيانه بتلبس احسن لبس وتوصل عند احسن ترزيه، والحصانه بتاعتك بتجري قدامك في السبع زي الرهوان، وانا سليمانه مرتوراني بتجري وراك. ولسه لحد النهارده عايزني افضل اجري وراك وعمرك ما حسيت بيا ولا بوجودي. وعلمك بقى الدكتور ما كانش يعرف حاجه، لكن صدق اول ما لقاني مرميه قدامه على السرير، لانه لازم يصدق عشان اي ست زي تعيش جنبك انت وتعاشرك 25 سنه لازم تكون بتموت. ما انا عملت لك خدامه يا اخي، عايز ايه اكتر من كده؟ خدامه لمده 25 سنه ودول شاهدين على كده. صح زمان لما كنت بتزهق كنت بتفتح شنطتك وتجري تتصرمح مع النسوان ولندن الباريس، وانا يا عيني عليا وانا البيت الجبابان المصنع فوتشينا ومصنع فيرجينيا من محل تليدور حل خوري. ولولا عملت لك كده كانت شحتوك وقلعوك هدومك، وبعد ما تاخد مزاجك وترجع تلاقي كل الامور ماشيه على العاد. تقعد بس ساعتها وتقول لي يا سلام عليك يا فلومينا، انت ست صحيه، ست على قد عزومه، عشت طول حياتي تحت رجليك تحت رجليني. طول عمرك بتعاملني على اني حته خدامه لا راحت ولا جت بشلوت واحد من جزمتك اللميع ممكن ترميني في الشارع. واطيه طول عمرك قللت الاصل، واطيه والسلك طويل، تربيك حوالي، عشان كده مش قادر تفهمي العلاقه اللي بيننا. انا بحاول انفعك لفوق لكن انت ابدا. الغريبه ان عمري ما شفتك راضيه، وضربت في البيت اسال نفسي يا رب انا عملت ايه؟ انا جيت اتحدى هو ده جزائي، لكن انت كده جامده ما عندكيش قلب. انا عمري ما شفت دمعه واحده نازله من عندك. تعيط ليه؟ عشان خاطرك انت ولا عشان خاطر الايام السوداء اللي عشتها معاك؟ انت كده دي طبيعتك، انت قاسيه. هتفضلي طول عمرك تتعذبي بقسوتك دي، لا تعرفي تعيطي ولا تاكلي ولا حتى تنامي. انا مش زي انا طول عمري عايشه لوحدي، والاسم انك فاتح لي بيت احلى الايام واحلى الاعياد قضيتها لوحدي زيك كده. عارف انت الواحد ممكن يعيط لما يبقى شايف السعاده قدام عينيه ومش قادر يعيشها، لكن انت قدامي ايه؟ شايفه قدامي ايه يا حسره؟ لقيت تعاسه والظلم والفقر اللي عمري ما شفت يوم واحد حلو في حياتي. ده لو قلبت على كل اللي حصل لي في الدنيا كان زمان ده ساعه عايزني اعيط. طول عمرك بتعاملني على اني اسوأ ست بين الستات على كده. صح؟ يمكن زمان لما كنت صغير كنت بقول لنفسي يا بنت انا شاب وغني وشيك، لكن النهارده لما بقى عندك 58 سنه وترجع للبيت وتجيلك المناديل الملطخه بالاحمر والاخضر، شوفوا عليك حاجه تقرف. لسه معاك المناديل الرجاليه معايا يا حبيبتي. مش على بالك دايما اموت باي مصيبه حس بيا ولا مره واحده اعمل حساب لحته البتاع اللي عايشه معاك، لكن ليه وعشان ايه؟ المصيبه اللي تقصني ده واقف يعكسني بنت عندها 22 سنه. مين ده؟ مش فاهم تتكلم عن ايه؟ يا ابني عيب عليك اختشي على دمك، ما انتش مكسوف من نفسك. لا البجاحه اللي صحتها معاه لغايه البيت، والاوسخ من كده انه يدخل بيها عليا في اوضه النوم ويعملها لي ممرضه من ساعه واحده بس، من ساعه واحده قبل ما يكتب علينا القسيس وانا مرميه قدامهم بقى في السرير فاكرني بطلع في الروح لسامعاهم وانا شايفاهم. اللي عليهم الاثنين نزلت طلقان. جراك ايه؟ جراك البيت يا حبيبي، فجاني نايم على وداني وهي تقول له كفايه كده. انا لسه كل امر يجهز السفره ويحط عليها الورد الاحمر. هو انت فاكر انك عشان هتموت الاباط هناكل لنا؟ انتوا حطوا ورد احمر على السفره. وايه يعني؟ احمر يا دومينيكو. اخضر بنفسجي انا حر، بس ما كنتش افرح في موتك افرح فيك تاني. واديني ما متش وقعدت
على قلب وما عنديش نية اموت دلوقتي خالص. هي دي المصيبه الغريبه اللي انا مش قادر افهمها. اذا كنت انا راجل زي بقيه الرجاله اذا كده بحب عليك بنت صغيره مستنيه قوي تتجوزيني انا بالذات دي. ولعلمك البنت اللي بتجوزها مش لو عندها 22 سنه، لو عندها 18 سنه حتى اتجوزها. ضحكتني والله، انت صعبان عليا. لو انت فاكر انك انت تهمني في حاجه انت ولا بنت المرأة بتاعتك، لو انت فاكر ان كل اللي عملته ده عملته عشانك انت، لا يا اخويا، بس انا لازم اعيد حساباتي. ولا عايزني يعني بعد العمر ده كله اطلع من مصدر حمص؟ الفلوس ده انت عبيطه بشكل ولا تمنعها عنك. انت تتخيل ان دومينيكو سوريانو ابن ريموند سوريانو واحد من اشهر حلوانيه نابولي ممكن ما يديكيش الفلوس اللي انت عايزاها، يعمل لك بيت يديك وما يخليكيش محتاجه لحد ابدا. طب اسكت 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 اسكت، فلوس ايه يا ابو فلوس؟ الفلوس دي خليها لك اشبع بيها، انا مش عايزاها. انا عايزه حاجه تانيه خالص، حاجه تانيه عمرها ما خطرت لك على بال ولازم تديها لي. انا عندي 3 ولاد يا بنوتي. انت بتقولي ايه؟ عندك 3 ولاد يا فيلومينا؟ ايوه 3 ولاد يا بنوتي. يطلعوا ولاد مين دول؟ ولاد رجاله زيك. ما تلعبيش بالنار، يعني ايه ولاد رجاله زي؟ كلكم صنف واحد. انت كنت بتعرفي؟ ايوه ده اللي عرفوه. انت كنت تعرف؟ اعرف من ولاد جميلكم، ما انت عارف ان فلومينا بتكرهني جدا. 3 ولاد مره واحده. عندهم كام سنه دول؟ اكبر واحد فيهم عنده 26 سنه. 26 سنه؟ ايه مالك اتخضيت كده ليه؟ ما تخافش يا اخويا، مش ولادك. طب بتعرفيهم؟ يعني هم يعرفوا انك انت منهم؟ لا بس دايما بشوفهم وبتكلم معاه. امال هم فين دول؟ بيشتغلوا ايه؟ عايشين ازاي يعني؟ بفلوسك، عايشين بفلوسك. كنت بسرق الفلوس من محفظتك وقدام عينيك. يا بنت الحرامية. ايوه حرامية، ومش فلوسك وبس، هدومك وجزمك وكل حاجة. انت عمرك ما جريت بحاجة، انت طول عمرك في الطراوة. فاكر الخاتم الالماظ اللي انت هديتهولي وانا قلت لك انه ضاع مني؟ ما ضاعش ولا حاجة، بعته هو كمان عشان اربي بيه ولاد. يعني بفلوسك ربيت ولاد. الحمد لله. انا حرامية في بيتي ومش حاسس. انت نفسك ايه؟ الواد الاولاني فاتح محل في الحاره اللي جنبنا، مجرد نحاس قد الدنيا. قصدها تقول لك يا بنت بيشتغل مسبكات. مسبكاتي؟ سبك يعني بيصلح الحنفيات ويسلك الاحواض. مسافر احواض وحنفيات. والتاني بقى اسمه ايه؟ ايوه ريكاردو. يا سلام على جمال وشباب، ده بيشتغل في شارع كياي وعنده محل في عماره نمره 74 ترزي قمصان. انما شاطر قوي وزباينه بقى ما يتعدوش بيكون. اما بقى امبرتو ده بقى اللي كمل تعليم وبقى محاسب قد الدنيا وبيكتب كمان في الجرايد. الحمد لله العيله بقى فيها قديمه. اما بقى الست فيلومينا قد ايه هي ام عظيمه، ما خلتش ولادها يحتاجوا جنس مخلوق. معلش يا بيه سامحني، انا خلاص كبرت ورجلي وقفت، لازم اتكلم واقول اللي جوايا عشان لما اقف قدام ربنا اللي عارف كل حاجه ما يرضاك بالظلم ما يحاسبنيش على سكوتي قدامه. ايوه بيه طول عمرها واقفه جنب ولادها من وهم صغيرين، وفرت لهم كل حاجه، ولو طالت كانت جابت لهم لبن العصفور بفلوس. يا بيه ما انت كنت بتبعزقها. مالك هتحاسبيني على فلوسي؟ ما قلناش حاجه يا بيه، اصرف زي ما انت عارف، بس هي برافو عليها انها قدرت السنين دي كلها تعمل كل ده من غير حضرتك ما تقول. اسكتي اسكتي، ما تتعبيش نفسك في الكلام معاه، سيبك منه. انت عايزه تستفزيني باي شكل؟ انت عايزه الحال اللي احنا وصلنا له ده؟ انت عارف انت عملت فيا ايه؟ انت حطيتني في موقف محرج، بقيت مهزاء مسخره. لسه كمان ولادي ما اعرفهمش ولا اعرف دول منين دول. لسه مسخره مني. كل واحد زي ما هو عايز. خلاص بقى البركه في مين؟ لا يا بيه مش